السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ انا ياسمين محمد ودي رسائل ياسمينة. النهاردة جاية اتكلم معاكم في حاجة مهمة، وتلاحظوا ان انا بقول كل فيديو النهاردة حاجة مهمة علشان احنا فيديوهاتنا كلها مهمة. يا جماعة احنا فيديوهاتنا كلها حلوة ومهمة. ايه الحاجة المهمة؟ هي الاحلام. احنا مهم نحلم، مهم جدا يكون عندنا حلم، مهم يكون عندنا حلم ثابت وحلم متغير. ايه الفرق بينهم؟ الحلم الثابت يعني مثلا انا من ابتدائي لحد ثانوية عامة، يعني كان حوالي مثلا كام 6 وبعدين 3 وبعدين 3، يعني 12 سنة. 12 سنة تقريبا وانا بحلم ان انا كلية طب. الحمد لله ربنا رزقني بيها في الاخر، الحمد لله بفضل الله. ولكن كل يوم كان بيبقى عندي حلم متغير. يعني كل يوم مثلا انا بصحى، انا نفسي مثلا لو بدرس فانا نفسي مثلا اخلص الجزئيه دي من المنهج النهارده، فده حلم عادي فبيتحقق اخر اليوم، فده حلم وبيتحقق، حلم متغير. مثلا انا شفت حاجه على الموبايل فيا رب ابقى في المكان ده، فده حلم. حلم مش ثابت، مش هيفضل معايا سنين طويله وممكن يتحقق في اي وقت. الاحلام مهمه، احنا مهم نحلم. احنا لو ما حلمناش يبقى مفيش امل ومفيش شمس، بالعكس احنا كل يوم في شمس جديده بتطلع، كل يوم في امل بيتجدد، كل يوم في فجر جديد بيأذن، كل يوم ربنا بيقول لنا انا موجود وكتابه العزيز موجود. وده امل لوحده، امل كبير لوحده اصلا. كل يوم ربنا بيقول لنا في جنة، في لسه في جنة. احنا جايين الدنيا دي كده لحظة، فلسه في جنة بقى، ولسه في يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاللي هو لسه في أحلام. طول ما أنا عايشة وفيا نفس لسه في أحلام، لسه في بكرة. ولازم أحط طموحات، نحلم. الأحلام مش بفلوس. انا مش كل يوم احط مثلا 1000 جنيه عشان احلم حلم. ده احلام ببلاش. انا بحلم كل يوم احلام مختلفة. احنا لما بننام بنحلم يا جماعة، ايوه احيانا بيتحقق واحيانا لا، بس يعني كل يوم بنحلم حلم جديد. ده لازم، يعني لازم هنا مش الزامية انه فرض عليك تعمل كذا، لا، ولكن انه ليه ما تحلمش مثلا انه ان شاء الله بكرة يحصل لك حاجة حلوة؟ ليه ما تحلمش مثلا انه حاجة اللي انت مستنيها هتوصل لها؟ ليه مثلا ما تشوفش انه حتى لو مثلا في جيبك 10 جنيه، لو في جيبك 10 جنيه ودلوقتي تجيب بسكوتة، يعني انت لو في جيبك 10 جنيه دلوقتي، ليه ما تحلمش انه يا رب يا رب يا رب يكون عندي طيارة الصبح؟ هي اكيد مش هتبقى الصبح قوي يعني، بس يعني ليه ما هو الاحلام مش حرام. هي مش حرام ولا عيب يعني، ومش بفلوس. فاللي هو عادي انا هحلم وهشتغل على نفسي، بس مش هحلم وهقعد نايم بقى كده وحاطط ايدي على خدي واقول يا رب يبقى عندي طياره الصبح. ما انا كده مش هينفع. مش هتيجي. وانا عشان احلم لازم اشتغل على حلمي. انا مش هنام واقول يا رب انجح. طب فين شغلي، فين جهدي وفين تعبي؟ انا لازم اعمل، لازم ادي عشان اخد. فاهمين؟ فاللي هو عايز طياره، ما تروح تشتغل يا ابني. اشتغل في المطار وحوش واشتغل. وبعدين ايه في المطار دي؟ يعني ممكن تشتغل في اي حاجه وربنا يرزقك ويكرمك ويوسع رزقك كمان لحد ما تشتري طياره. ايه المشكله؟ ايه المشكله بجد؟ بس نقطه عايزه انبه عليها مهمه قوي 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 قوي. ما تجبروش اهلكم. يعني لو انتوا مثلا من بعد في كليه مثلا او في ثانوي او اي حاجه، فما تجبروش اهلكم على حاجات هما ما يقدروش عليها. يعني لو مثلا دخلكم مثلا محدد بمبلغ معين، ما تجبرش اهلك بانه انا عايز الحاجه الفلانيه، اشتغل وهاتها. اشتغل وهاتها. ما تجبرش اهلك ان هما يعملوا على نفسهم جمعيات واقساط وبعدين تحملهم همك ليه؟ يعني ليه ما تشتغل؟ اشتغل واصبر وكافح ووصل للحاجه اللي انت عايزها. مش بسيطة بس مش مستحيلة. مش بسيطة بس مش مستحيلة. مفيش حاجة مستحيل، مفيش حاجة مستحيل بجد. ف ما تبطلش تحلم، ما تبطلش تحلم، ما تبطلش يكون عندك طموحات لبكرة. ما تبطلش تفكر بإيجابية رغم ان الظروف مثلا ما عندها، رغم ان الظروف صعبة، رغم ان الظروف ممكن تبقى جاية عليك ومطلعة عينك.
كلنا بلا استثناء الظروف جايه علينا. يعني لو هنحمل على شماعة الظروف فالظروف جايه علينا، ماشي اوكي، فكلنا كده. انت محتاج تشتغل على نفسك وتشتغل فتدخل دخل. بعد ما تدخل دخل هات اللي انت عايزه، هات بجد اللي انت عايزه. خلاص انت بقيت يعني مسؤول، فاهم؟ بس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يا رب يكون عجبكم، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.